من فلسطين الحزينة، من فلسطين اليتيمة، من فتى قدسي محاصر، صرخة أدمت ضميري، صرخة مصدرها طفل عبر هاتف الشعر ناداني. سألته من أي مصدر؟ قال من فلسطين حيث الموت ينشر. قلت ثم ماذا؟ قال من تحتي ألغام تفجر، ومن فوقي طائرات تقذف الشر. كل أرضي لهيب، كل ما فيها نحيب، يستوي فيها البحر والبر. قلت كم تبلغ من العمر عاما؟ قال 12. قلت أين باقي أسرتك؟ قال لي إخوان أكبر وأصغر وأب وأم، والجميع واجه الشر. فأبي الكهل أمسى عظمه يكسر، أما أخي أخذوه إلى معسكر ليعيش العمر يؤسر. أما أختي اغتالوا عفافها ثم شقوها بخنجر. وأمي كان ينتظرها قناص من إسرائيل ويراقبها بمجهر، سدد نحوها رصاص غدر ليشفي حقدها المدفون في قلب تحجر. أين أبي؟ أين أمي؟ أين عدلهم المزور؟ قلت سل عنه العرب، سل عنه المسلمين، سل عنه ما يجر. وإذا الكل تغاض سل مجلس الأمن الموقر. قال كلهم يسفك دمي، كلهم يجلد ظهري، وجميعا على قتلي تآمر. قلت ما ذنبك؟ قال كل ذنبي إنني مسلم، وهذا الذنب يستحق 1000 محضر. وسلامتكم. مع تحيات أخوكم عدنان قاسم منصور القيسي.